في المشهد الافتتاحي بنشوف زوجين، جو ولورا، وهما في عطلة في الريف البولندي. بيتم الكشف إنهم كانوا عملاء سريين أمريكيين كبار، وقرروا يتقاعدوا مبكرا عشان يعيشوا حياة ذات معنى مع بعض. بعد كده اتعرفوا على اتنين سائحين فرنسيين أثناء الفطار. الأحاديث كانت عادية، وكل واحد شارك خبراته عن حياته وشغله. وقتها السائحة الفرنسية قالت إنها دكتورة في مستشفى، وسألت جو ولورا عن وظائفهم. لكن بدل ما يكشفوا عن حياتهم السرية، قالوا إنهم بيديروا محل صغير. بعد الفطار جو اقترح يخرجوا مع السياح التانيين يستكشفوا المنطقة، لكن لورا رفضت عشان كانت تعبانة، وشجعته إنه يروح من غيرها، ووعدته إنها تستناه في مكان الإقامة. جو وافق على مضض وراح مع السياح، لكنه خد مسدس معاه خلصة حسابا لأي طارئ. المجموعة خرجت مع دليل محلي عشان يستكشفوا الأدغال. في نفس الوقت طيارين من وكالة المخابرات المركزية كانوا في مهمة استطلاع بطائرة بتمر فوق نفس المنطقة. فجأة طلقة جت من ورا وأسقطت الطيارة في الأشجار. جو لما سمع الانفجار جري للمكان اللي حصلت فيه المشكلة. أما لورا وهي في مكان الإقامة شافت دخان أسود كثيف طالع من الغابة، وقلقت جدا على جو. بسرعة بعتت له رسالة باستخدام تليفون فضائي. بعد شوية جو والسياح اكتشفوا إن الانفجار كان بسبب تحطم الطيارة. جو والدكتورة اللي كانت معاه فحصوا الطيارين، لكن كلهم كانوا ميتين ومتصابين برصاصة في الرأس. أدركوا إن اللي حصل ده مش مجرد حادث عادي، بل إن الطيارة أسقطت عن عمد. جو بصفته عميل سابق عارف إن الطيارين دول كانوا من CIA. وبعد لحظات لقى هارد درايف في جيب أحد العملاء. جو خد الهارد درايف، لكن الدكتورة اعترضت وقالت إن ده مش بتاعه. جو أصر وقال إنه غالبا بيحتوي على أسرار مهمة. بدون ما يعرفوا، راديو الطيارة لسه شغال وبيلقط كلامهم وبيبعته المقر CIA. في المقر CIA سمعوا جو وهو بيتكلم عن الهارد درايف، فواحد من العملاء حكى التفاصيل لرئيسهم وأكد أهمية الهارد درايف اللي فيه أدلة خطيرة بتدين الرئيس نفسه. في اللحظة دي أمر رئيس وكالة المخابرات المركزية بتحديد مكان الحادث بسرعة. أحد العملاء قال إن الموقع في أعماق الغابات الريفية البولندية. المشهد بعد كده رجع للجو اللي نصح الدكتورة والسياح إنهم يرجعوا للنزل لأن المكان مبقاش آمن. قبل ما يمشوا فجأة ظهرت مجموعة مرتزقة بقيادة أورلاند. أورلاند واجه الدليل وسأله عن هدفهم. الدليل بكل غرور قال إنهم بس سياح واكتشفوا الحادث صدفة. أورلاند على طول اتجه للدكتورة وسألها عن أصلها، ولما رفضت تجاوب قتلها بوحشية. بعد كده واجه جو وسأله إذا كان لقى هارد درايف في الحطام. جو كذب وقال إنه ما يعرفش عنه حاجة، رغم إنه كان مخبيه في إيده. أورلاند شك في الجو ووجه عليه السلاح عشان يتحقق إذا كان بيكذب، لكن جو فضل هادي ومتحكم في أعصابه وأقنع أورلاند إنه صادق. وأثناء ما جنود أورلاند بيبحثوا عن الطيارة المحطمة، جو استغل الفرصة ورد الهجوم. قدر يسرق عربية من العربيات بتاعتهم ويحاول يهرب، لكن للأسف البنزين خلص والعربية وقفت في نص الطريق. لحسن الحظ جو استولى بسرعة على موتوسيكل من أحد المرتزقة وهرب عليه بصعوبة من الموقف. لمشهد بيركز بعد كده على راجل كبير في السن اسمه تشيستر، اللي زي جو هو جاسوس سري، لكن على عكس جو هو لسه بيخدم الحكومة بشكل نشط. رئيس CIA تواصل مع تشيستر وطلب منه مهمة القبض على جو في الريف البولندي. تشيستر اعترض على الأمر وقال إن جو تقاعد من 5 سنين، وسأل عن سبب استهدافه دلوقتي. رئيس CIA كشف إن جو سرق هارد درايف مهم جدا خاص بالوكالة، وده خلاهم مضطرين يتعاملوا معاه. مش بس كده، رئيس وكالة المخابرات المركزية وعد تشستر بمضاعفة راتبه المعتاد لو نجح في المهمة واستعاد الهارد درايف. تشستر قبل المهمة كواجب تجاه بلده وراح لبولندا على طول. في نفس الوقت قائد المرتزقة أورلاند فقد أسر جو، لكنه مقتنع إن جو مختبئ في مكان ما في الغابة. أورلاند غضبان وصرخ في الغابة مهددا إنه لو جو ما استسلمش هيجي للنزل ويقتل كل السائحين بما فيهم زوجة الجو لورا. جو اللي كان مختبئ قريب سمع التهديد واتصل بلورا باستخدام التليفون الفضائي ونصحها إنها تستعد للخطر القادم. لورا أخذت تحذيره بجدية، وكعميلة سابقة محترفة دخلت وضع القتال وجمعت أسلحة واستعدت للمعركة. لورا راحت لغرفة مجاورة في النزل ونصحت السائحين اللي موجودين هناك يختبئوا تحت السرير عشان السلامة. بعد كده 3 من رجال أورلاند اقتحموا النزل وهي بتأمن السائحين، لكن قبل ما يردوا عليها لورا قضت عليهم بدقة ومهارة. في مكان تاني تشستر العميل السري للCIA وصل لفندق ريفي، وفي تصرف مرعب اختبر قوة سم جديد صنعه. قدم السم للشخص اللي قاده للفندق، وبعد ما غادر الفندق السائق وقع ومات بسبب تأثير السم.
تشستر ابتسم لنفسه وهو مرتاح لأن السم شغال بشكل مثالي. في الوقت نفسه جو راجع للمكان الرئيسي مرهق ودخل محل عشان يستريح، مبسوط إن المكان كان فاضي. استخدم خط التليفون الأرضي واتصل برئيس السي اي اي. أثناء المكالمة جو طلب يعرف ليه الهارد درايف ده مهم جدا، مستغرب ليه الناس كلها بتطارده. رئيس السي اي اي قال له إن الهارد درايف بيحتوي على بيانات حكومية حساسة جدا. رئيس السي اي اي أمر جو إنه يرجع الهارد درايف فورا، لكن جو كان غير مهتم وعارف إن الهارد درايف فيه أدلة على فساد رئيس السي اي اي ومسؤولين كبار آخرين. جو وضح إنه مش ناوي يرجعه، وأكد إنه بيكره المسؤولين الفاسدين زي رئيس السي اي اي وبيخطط ينشر محتوى الهارد درايف علنا. التصريح ده خلى رئيس وكالة المخابرات المركزية يدخل في حالة ذعر، فقام بتتبع مكالمة الجو لتحديد موقعه. بعد ما عرف الموقع تواصل مع تشستر وبلغه بمكان جو. رئيس السي اي اي ضغط على تشستر وطلبه بقتل الجو واستعادة الهارد درايف بأي ثمن. تشستر انطلق بدون أي تردد للتوجه للمحل اللي جو مختبئ فيه. لما رجع جو للنزل اعتذر للورا عن المشاكل اللي سببها لما أخذ الهارد درايف من طائرة السي اي اي المحطمة. جو شرح إنه عمل كده عشان يكشف فساد الأشخاص اللي في السلطة ويضمن إن السياسيين الفاسدين ما يضروش البلد في المستقبل. على الرغم من كده لورا دعمت قرار جو بشكل كامل وطمأنته إنها قادرة تتصرف بنفسها وشجعته يفضل آمن. في نهاية المكالمة جو استقبل زيارة غير متوقعة من تشستر. الاتنين استقبلوا بعضهم بشكل عادي وكأنهم أصدقاء قدام، تبادلوا المجاملات وكأنهم بيعيدوا التواصل بعد فترة غياب. بعد كده تشستر سأل جو باحترام إذا كان أخذ الهارد درايف من طائرة السي اي اي المحطمة. جو كذب وقال إن قائد المرتزقة أورلاند هو اللي سرقه بالفعل، لكن تشستر كان غير مقتنع. نصح جو بهدوء إنه يسلم الهارد درايف لتجنب أي مواجهة بينهما. تشستر صب كاسين وعرض واحد منهم على جو لتخفيف التوتر. جو رفض يشرب بسبب شكوكه. بدلا من كده غير جو الموضوع وسأل تشستر عن أورلاند، عايز يعرف مين هو وليه الكل عايز الهارد درايف. تشستر كشف إن أورلاند بيشتغل لصالح الاستخبارات الروسية عشان يسرق الهارد درايف، ولو الروس حصلوا عليه ممكن يزعزعوا استقرار أمريكا بسهولة. رد جو وسأل تشستر لو هو فعلا مؤمن إن الهارد درايف فيه بيانات أمريكية مهمة بدل ما يكون فيه أدلة على فساد رئيس السي اي اي ومسؤولين كبار آخرين. بالرغم من كده تشستر رد ببرود وقال إنه مش مهتم بمحتوى الهارد درايف، وأوضح إن هدفه الأساسي هو إنهاء المهمة والحصول على المقابل المادي لاستعادة الهارد درايف. المشهد انتقل للورا في النزل، حيث رجال أورلاند بيحتجزوا السياح كرهائن جوه. لورا تحركت بهدوء للطابق العلوي وخلصت على واحد من الحراس، وبعدين طلبت من السياح يبقوا هاديين وهي تتعامل مع باقي الحراس في الطابق السفلي. في الوقت ده بعض رجال أورلاند كانوا بيشربوا ويسترخوا في الطابق الأرضي، وفجأة سمعوا صوت قوي زي جسم بيضرب الأرض. لما راحوا يشوفوا اكتشفوا إن ده واحد منهم اللي لورا رامت من فوق. الراجل الثاني لأورلاند اللي كان موجود أمر رجاله بتفتيش الطوابق العليا، لكن لما شاف واحد تاني من رجاله مقتول غضب جدا وأمر باقي الحراس بالبحث عن القاتل. وأثناء ما كانوا بيطلعوا السلالم لورا نصبت لهم كمين وقضت عليهم واحد واحد بكفاءة شديدة. في النهاية حاصروها ووجهوا عليها السلاح وأجبروها تستسلم، لكن لحسن الحظ كان معاها سكين صغير مخفي في شعرها واستخدمته لتغيير الوضع. بعد ما خلصت على الحراس واجهت الراجل التاني لأورلاند. رغم التعب من القتال الرجل التاني اتغلب عليها ووضعها في كرسي وبدأ يستجوبها. كان بيستهزئ بها ويسألها ليه الأمريكان زيها دايما يتصرفوا كأنهم لا يقهرون. لورا ردت بهدوء وقالت إنها مش أمريكية بل ألمانية، وكملت كلامها وقالت إن هي وجو كانوا شبه لا يقهرون، وده كان سبب شهرتهم السابقة كأقوى عملاء سريين في العالم. لما الراجل التاني سمع اسم جو عرف إن لورا هي زوجة جو. على طول أمر لورا تتواصل مع جو وتطلب منه يسلم الهارد درايف. لورا وافقت بس بشرط إنه يرجع لها التليفون الفضائي اللي هو الوسيلة الوحيدة للتواصل مع جو. لما الراجل التاني أعطاها التليفون بسرعة كتبت كود معين على الجهاز. فجأة انفجار هز المكان. المشهد انتقل لأورلاند ورجاله اللي تعقبوا جو وتشستر لحد البيت اللي كانوا مستخبين فيه. فلاح محلي لاحظ وجود جو وكشف عن موقعه. أورلاند أمر 3 من رجاله إنهم يدخلوا ويواجهوا جو، لكنهم ترددوا لأنهم عارفين كويس إن جو مش خصم عادي. أورلاند غضب من ترددهم وقتلهم فورا. جو وتشستر عرفوا إن أورلاند وجنوده محاصرين المزرعة. تشستر اللي كان قاعد طلب مساعدة جو عشان يقوم متحججا إنه حاسس بألم شديد في ظهره، لكن لما جو مد إيده يساعده تشستر طعنه بإبرة.
تشستر بهدوء كشف إن الإبرة فيها سم من صنعه، وإن جو عنده 24 ساعة بس يعيش فيها إلا لو حصل على الترياق. وعد تشستر إنه يديه الترياق لو جو سلمه الهارد درايف. جو وافق بتردد على تسليم الهارد درايف، لكن بشرط إنهم يتعاملوا مع أورلاند ورجاله الأول. بدون أي تأخير تشستر فتح الشباك وضرب عمود كهرباء قريب عشان يظلم المكان. تحت أورلاند ورجاله فتحوا النار على البيت، مغرقين المكان بالرصاص. بعد كده أورلاند استخدم قنبلة دخانية لتعبئة البيت بدخان خانق. جنوده اقتحموا المكان، لكن جو وتشستر كانوا مستعدين للمواجهة. المواجهة كانت عنيفة. أثناء الاضطراب تشستر فجر قنبلة ففتحت باب الجراج بالقوة، لكن الانفجار تسبب في سقوط الهارد درايف من يد جو. بسرعة تشستر خطفه وضرب جو من غير تردد قبل ما يهرب ويسيب جو يواجه رجال أورلاند لوحده. جو اللي كان عدد خصومه كبير وحالته ضعيفة اضطر يقاتل رجال المرتزقة عشان يخرج من المأزق. خلال القتال أحد رجال أورلاند رمى قنبلة تانية، والانفجار كان ضخم جدا وخلى جو يطير بعيد، ما زاد حالته سوءا. بعد شوية أورلاند قرب من جو وهو ماسك مسدس وسأله ليه ما سلمش الهارد درايف من البداية عشان يتجنب كل العنف ده. رد جو بسؤال: ليه الهارد درايف مهم جدا لدرجة إن أورلاند عمل كل ده عشان يحصل عليه؟ أورلاند شرح إن الهارد درايف فيه أدلة على فساد رئيس CIA ومسؤولين كبار تانيين في أمريكا. أورلاند بيكرههم وبيعتقد إن الهارد درايف سر إنهاء نفوذهم. كمان اعترف إنه أسقط طيارة CIA عشان يسرق الهارد درايف. لما جو سمع الكلام ده فهم إن أورلاند مش مجرد مرتزق بيشتغل مع المخابرات الروسية وإنهم بيشتركوا في نفس الهدف، كشف المسؤولين الفاسدين في أمريكا. جو اعتذر وكشف إن تشستر فعلا سرق الهارد درايف. اقترح جو عليهم يتعاونوا عشان يتعقبوا تشستر اللي غالبا في طريقه للنزل عشان يهاجم لورا. أورلاند وافق، وكونوا تحالف غير مريح قبل ما يجروا عشان يلحقوا بتشستر. وهما في الطريق جو اتصل برئيس وكالة المخابرات المركزية وهدده إنه هيفضح ممارساته الفاسدة. رد رئيس CIA بغرور وقال إن تشستر بالفعل جمع الهارد درايف وتريق على جو وقال له إنه مسموم وعنده أقل من 24 ساعة يعيشها. لكن جو كشف إن السم ما انتشرش بشكل كامل في جسمه وإنه مش في خطر فوري. غضب رئيس CIA وأمر جنوده بإرسال طائرة مسلحة بدون طيار لمكان جو وأورلاند عشان يقضوا عليهم نهائيا. بعد شوية طائرتين بدون طيار ظهروا في السماء فوق الريف البولندي وبدأوا يبحثوا عن جو. لم يستغرقوا وقتا طويلا عشان يلاحظوه وهو بيسوق جنب أورلاند. على طول الطائرات فتحت النار على السيارة. جو حاول يتفادى الهجوم بالدوران والتسارع وكان ناجح بعجوبة، لكن الطائرات كانت مصممة على المطاردة بدقة عالية. المطاردة كانت بتزداد حدة، وفي محاولة يائسة للهرب اصطدمت السيارة بجانب الطريق. لحسن الحظ جو وأورلاند خرجوا سالمين. بسرعة أعادوا تجميع أنفسهم وركزوا على الطائرات. بعد مواجهة شديدة قدروا يدمروا في واحدة من الطائرات، لكن لما كانوا بياخدوا نفسهم أورلاند فجأة وجه مسدس على جو من الخلف. قبل ما يقدر أورلاند يتصرف طلقة نارية دوت في المكان. لورا هي اللي أطلقت النار. عد ما أطلقت لورا النار أصابت أورلاند، لكن مع ذلك المحنة ما كانتش انتهت. الطائرة بدون طيار الأخيرة شنت هجوما تاني نتج عنه انفجار كبير. رغم الفوضى لورا وجو قدروا يهربوا، لكن مع إصابات خطيرة. في صباح اليوم التالي جو أخذ لورا على شاطئ بحيرة قريبة. الجرح اللي أصاب لورا في مبارزتها السابقة مع الرجل الثاني لأورلاند خلاها تشعر بالضعف وعدم القدرة. جو حاول بكل طاقته يعالج جروحها ويواسيها بكلام مطمئن. لحسن الحظ جهوده ساعدت لورا تتحسن جزئية. فجأة ظهر تشستر وهما بيرتاحوا. جو كان مرتبك وسأله ليه ما غادرش عشان يوصل الهارد درايف لأمريكا. تشستر قال إنه ما قدرش يغادر لأن جسمه أصبح ضعيف بشكل مفاجئ. هنا جو كشف الحقيقة، هو اللي سمم تشستر مش نفسه. جو أخرج الترياق ووضح إن المشروب اللي تشستر شربه قبل كده كان فيه سم، وده سبب رفض جو للمشروب في البداية. في الوضع الصعب ده قدم جو عرض لتشستر. اقترح إنه يديه الترياق بشرط واحد، إنه يرجع الهارد درايف ويساعد في الإطاحة برئيس CIA والمسؤولين الفاسدين الآخرين. تشستر ما كانش قدامه خيار غير إنه يوافق. من اللحظة دي الثلاثي غير المتوقع كن شراكة غير مريحة، هدفها مشترك: القضاء على الفساد.